كنسلم على جميع المغاربه من طنجة حتى للقويره، وكنبلغهم بسلامي ويتثبتوا بارضهم ووطنهم وملكهم لا بديل لهم، لان احنا جربنا هذا الوضع وعشنا في دوله اخرى ما لقيناش ما احسن من ملكنا ووطننا، وعاش الملك وعاش المغرب. انا ضربت 27 عام ديال الاسر، اعتقلت اسير حرب منطقه فم الحسن. فم الحسن الا البازارير البطايون، انما هو تشد في لاسونتير بعيد منه، احتياط على المدنيين. وقع ما وقع، المرتزقه عارفه البلاد وعندها الدعم صحيح. تشدينا معاهم 3 سوايع، الساعة الأولى سيطرنا عليهم، الساعة الثانية درنا التعادل، الساعة الثالثة سيطروا علينا، لأن الدعم ديالنا بعيد منا والدعم ديالهم قريب ليهم. وقع ما وقع، لا مفر من الحرب، لا مفر من الموت، والحرب ما كيرحمش. كي بحالنا بحال العالم، ولكن طحنا ماشي في يد الدولة، في يد مرتزقة غير معترف بها. على بلادنا ووطننا ومملكتنا وصحرتنا كنتكرفصوا، وغادي يبقاو نتكرفصوا أجيال جيل مور جيل، إنما هو يشوفوا لها حل ويديروا حد لهذا الشيء. انا دوزت 27 عام ديال التعذيب والاعتقال والتكرفيص والمعاناه. عشت في الحرب في الصحراء وجندي، ومنين تشديت في الاسر، منين كنتقاتلوا مع الصحف اللي هي معترفه بهم. عشنا النزاع على مرتين، المره الاولى عسكريا، المره الثانيه مع الصحف سياسيا. ديما كنهارهم وديما كنسبهم وديما كنعايرهم، تنقول لهم انتم غير معترف بكم مادام معترفين بالبوليزاريو، وديما كناكل العصا. تيقولوا لي صحابي انت صاحبي حاول على راسك، واش هادشي اللي طاري لك ما عارفوش؟ نقول لهم داكشي اللي عطاوه ليا نحسبوا على اللي فات. الصحراء مغربيه وعاش الملك، ما قدرتوش رجعوا لله وخليني انا نواجههم. بقاو عليا بالتكرفيص وبالعصا والاعمال الشاقه بدون حدود. ماشي مشكل، المهم ما يديوهاش. نموت انا او نتكرفس ولا نتقطع ولا نتشتت، خص تبقى الصحراء مغربيه. وعاش الملك وعاش المغرب.